الطبقات دي هي الحكاية، الرز مع العدس والمكرونة مع صوص الطماطم والصلصة الحارة، ولما تيجي الدقة والحمص بيزينوا الطبق وبيبقى الجمال كمل. أول حاجة، إحنا الحمص ده نقعينه من امبارح بالليل في مية. هو كبر أهو، من كان صغنن قوي كبر لما اتنقع. وبعد كده دلوقتي هنغسله كويس ونشطفه ونبدأ إن إحنا نسلقه. دي مية على النار، صفينا الحمص وهنحط فيها هنحط فيها الحمص، وهنحط نص معلقة كمون، كمون ده على ملح، ونسيبه بقى يغلي. وبعد كده هنوطي النار، بيستوي تقريبا في ساعة أو ساعة وربع، في الحدود دي. تاني حاجة هنعملها العدس، برضو ده منقوع بس مش منقوع بقاله كتير، من نص ساعة بس. برضو هنغسله ونحطه على النار يستوي، ده ما بياخدش كتير يعني تقريبا نص ساعة وهيكون خلص. نفس الكلام صفيناه وهنحطه في المية، وهنحط عليه برضو نص معلقة كمون بالملح ويغلي ونوطي عليه. يبقى كده خلصنا من حاجتين، هو حاجته كتير والحلل كتير والمطبخ بيتشقلب، بس الطعم يستاهل. ده الكمون بالملح، يغلي بقى وهنوطي عليه ونسيبه مع نفسه بقى يستوي. بعد كده هنبدأ ان احنا نعمل البصل. اول حاجة احنا بنبتدي بالبصل، لان البصل الزيت اللي بيتقلي فيه احنا هنستخدمه في كل الاكلة. فده تقريبا كيلو بصل قطعناه جوليان بالشكل ده، وهنبدأ ان احنا نحط عليه معلقة دقيق ومعلقة نشا ونص معلقة ملح. الحاجات اللي احنا بنحطها دي هي اللي بتخليه مقرمش وطعمه حلو. وبعدين ندعكه كله في بعضه عشان كله يتفكك، كل الطبقات اللي فيه تتفكك كلها وتتغلف كلها بالدقيق والنشا والملح. وبعد كده هننزله في الزيت يكون سخن ما يكونش بارد. اهو بالشكل ده هننزله بقى في الزيت، هو سخن قوي. طبعا الكمية دي كبيرة، ده كيلو بصل مش معقول هيتحط في مرة واحدة، فاحنا عملناه على مرتين، حطينا نصه والنص التاني مرة تانية. كل شوية بقى بنقلبه، بس في الأول بنقعد مثلا 3 4 دقايق ما نقلبوش عشان ما يتهريش وعشان الكفر بتاعه ما يوقعش. بعد كده نقلبه لحد ما لونه الذهبي يبقى حلو، على حسب انت عايزاه أغمق أو أفتح من كده، بس هو اللون ده مناسب جدا. مقرمش جدا، هو بيبقى ملزق في بعضه بس بعد ما بينشف خالص بيتفكك عادي. اللون ده حلو قوي ومقرمش جدا، وبيبقى لآخر وقت مقرمش. لازم يطلع على مصفى، ما يطلعش على مناديل خالص لأن المناديل بتخليه طري، يطلع على مصفى. بعد كده هنعمل الحاجة التانية، ده بنفس الزيت. طبعا احنا قلت لك في الأول إن الزيت اللي قلينا فيه البصل هو ده اللي هنستخدمه في الأكلة كلها لأن بيديله طعم حلو. ده الرز حطينا زيت، وبعد كده حطينا نص كوباية شعرية بنحمرها أما لونها يبقى ذهبي بالشكل ده. هنبدأ نحط الرز، أنا عاملة كوبايتين مجين رز، انتي براحتك ممكن تزودي تقللي على حسب انتي محتاجة قد ايه. برضو نقلبه كويس قوي مع الشعرية والزيت عشان ياخد كفر ويبقى مفلفل. وبعد كده نحط مجين، انا حاطه مجين رز، يبقى هنحط مجين وربع كده ميه عشان في شعريه كمان، ونص معلقه ملح، ونقلب كويس. وبرضو نسيبه لحد رز عادي، نسيبه لحد ما يغلي، وبعدين نوطي خالص النار ونسيبه تقريبا 10 دقايق بيكون استوى. الكشري حاجته كتيره قوي بس هو والله يستاهل. بعد كده هنعمل ايه؟ دي الصلصه حطينا برضو من نفس الزيت بتاع البصل، ومعلقه توم مهروس. نقلبه شويه لونه يبقى اصفر ما ياخدش لون. وبعدين نحط تقريبا ربع كوبايه خل ونقلبه لحد ما التوم ريحته تطلع والخل. نبدا ان احنا ننزل عليه بالطماطم معصوره، انا عامله كيلو طماطم وضربتها في الخلاط وتنزل عليه. لما تغلي، مش دلوقتي هنحط التوابل، لما تغلي الطماطم نبدأ إن إحنا نحط التوابل. إحنا هنغطي عليها ونسيبها لحد ما تغلي. هي كده بالشكل ده خلاص غليت. هنبدأ بقى إن إحنا نحط
نُص معلقة كمون، ونُص معلقة فلفل أسود، ونُص معلقة كزبرة، ونُص معلقة ملح، ونقلّب وبرضه نغطّي عليها. إحنا عايزينها تتقل شوية وما تتقلش أوي، ما بتبقاش زي صلصة المكرونة تقيلة متسبِّكة أوي لأ، وسط، بتبقى خفيفة شوية. فإحنا هنسيبها في المنكهات دي تقريبًا دقيقتين 3 وهاورّيكم قد إيه بتبقى مش تقيلة أوي، وبعد كده بنطفي عليها وتبقى دي خلصت. كده بالشكل ده هي مش تقيلة وبرضه مش خفيفة، ده السُمك اللي أنا محتاجاه، مش زي صلصة المكرونة تبقى تقيلة بالشكل ده. كده خلاص برضه الصلصة خلصت. دي بقى المكرونة، مَيّة هتغلي وهنحط فيها برضه ملح، نُص معلقة ملح، وبرضه زيت من بتاع كل ده بيخلّي ده سر من أسرار الكشري أو محلات الكشري، إن زيت البصل لمّا بيتحمّر في الزيت، الزيت ده بيستخدموه في كل الأكلة، هو ده اللي بيدّي له نكهة حلوة. هنحط دلوقتي المكرونة، أنا عاملة مكرونة صغنّنة أوي، دي بتاعة الكشري الصغيّورة أوي، أنا عاملة الكمية اللي أنا محتاجاها كيس ونُص. ومعاها باحط المكرونة الاسباجيتي، باحط نُص الكمية، نُص كيس يعني، وباقطّعه صغنّن، يعني الشوية دول باقطّعهم على 3 عشان وإحنا بنطلّع ما يبقاش طويلة أوي المكرونة، مختلفة عن الصغنّنة أوي، فلازم نلفّها، فما ينفعش نلِف في ده، ما هي مش مكرونة عادية اللي إحنا بناكلها، فبنقطّعها بنكسّرها 3. طبعًا دي هتتسلق وتتصفّى وهاورّيكم هنعمل فيها إيه بعد كده. كده هي المفروض بتتسلق، هنصفّيها وهنشطفها بالمَيّة. وبرضه ترِكّة مهمة جدًا هاقولها لكم بعد كده لمّا تيجي الصورة، دي بقى الدقة، دي مَيّة بتغلي لازم تكون سخنة، وحطينا فيها نُص معلقة نُص معلقة توم، على ملح وكمون وكزبرة، كلّها نُص، 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 ونقلّب كويس، ونحط ليمونتين وربع كوباية خل. دي الدقة بتاعة الكشري بتاعة المحلات اللي أنتم بتاكلوا فيها الشهيرة المعروفة. بتبقى حادقة مِزِزة كده من الليمون والخل، طعمها بيبقى حلو جدًا، وطعم التوم والتوابل الكمون والكزبرة حلو جدًا. كده خلصت برضه الدقة بالشكل ده، شكلها حلو أوي، دي اللي بتشوفوها في أزايز كده في المحل. إحنا قُلنا المكرونة خلصت وشطفناها، بنجيب زيت من نفس الطاسة، وبعد كده بننزّل تاني المكرونة تاخد تقليبة عشان تاخد cover في الزيت، كده بتخلّيها ما تعجنش خالص، تبقى على طول بتلمع، فيها لمعة حلوة أوي، ومش معجنة، وطعمها حلو جدًا. الطريقة اللي إحنا بنعملها دي التقليبة في الزيت، بتخلّيها الطعم تحفة، والزيت أصلًا بيبقى طعمه تحفة لإنه فيه نكهة البصل زي ما قُلت لكم. آخر حاجة بقى هنعملها ولازم تكوني لابسة ماسك، هنعمل بقى الشطة الزيت، ده زيت، وبنحط معلقتين شطة حمرا حراقة، لازم تكون حراقة، ونقلّبها كويس أوي. الوقت ده الريحة بتبقى بتخنق، صعب أوي، بتكحكح أوي، فلازم تكوني لابسة ماسك. وبعد كده نحط من الصلصة اللي إحنا عملناها كبشتين 3 على حسب السُمك اللي إحنا عايزينه، بالشكل ده. ودي الشطة بقى اللي بتتقدم جنبها، بتبقى حراقة جدًا، خلّي بالِك وتاخدي منها قليل أوي على حسب ما أنتِ حابة، أنا عن نفسي باحبها زايدة. كده الطبق كِمِل، شكله تحفة أوي. عايزة أقول لِك إن الكشري من أقدم وأشهر الأكلات المصرية، بدأت في الشوارع وبقت رمز للمحبة واللمة. هتلاقيها دايمًا عند البياع البسيط، وهتلاقيها برضه في أفخم المطاعم. هي ببساطة أكلة المصريين اللي ما بتفرّقش بين الغني والفقير، وبقى الطبق اللي بيعبّر عن روح مصر. بدأنا نزيّنه، الطبقات دي هي الحكاية، الرز مع العدس، والمكرونة مع صوص الطماطم، والصلصة الحارة، ولمّا بتيجي الدقة والحمص بيزيّنوا الطبق وبيبقى الجمال كِمِل. بُصّوا قد إيه شكله جميل.
لو الطبق ده فتح نفسِك زيي اعملي لي لايك للفيديو، ولو أول مرة تشوفيني ما تنسيش تشتركي في القناة عشان يوصلِك كل جديد. هنبدأ بقى ندوق. هنحط طبعًا معلقة من الصلصة ومعلقة من الدقة وشوية صغننة من الشطة الحراقة دي، ونقلب كل الجمال ده مع بعضه وناكل أحلى معلقة كشري في الدنيا. الطعم رهيب والشكل فظيع. كل معلقة من الكشري بتقول هنا بلدنا، وبتفكّرِك قد إيه البساطة أحلى. شوفوا قد إيه جميل، والورد اللي عليه ده قمر. البصل مقرمش جدًا وبيفضل لآخر وقت حتى لو قعد لبُكرة بيبقى مقرمش. ده شكل تاني أنا زيّنته في طبق مختلف، برضه شكله حلو أوي، وبيتقدّم مع برضه الصوصات بتاعته الدقة والشطة والصلصة، وبكده بيكون الكشري المصري جه على طريقتنا. جرّبيه مع عيلتِك وهتلاقي الكل مبسوط حوالين السفرة، وبألف هنا.